بدأت مرحلة جديدة في تاريخ القوات المسلحة المصرية بتعيين الفريق أول محمد صادق وزيرا للحربية، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيسا لهيئة الأركان. كان هذا نتيجة ثقته بي وبإمكانياتي، لأنني لم أكن الأقدم والمؤهل من الناحية الشكلية لقيادة هذا المنصب، ولكن ثقته بي وفي قدراتي خلته يستدعيني وأتخطى حوالي 40 لواء من اللواءات الأقدم مني في هذا المنصب. التقت براغماتية السادات مع حرفية الشاذلي، إذ كانت الطموحات المصرية قبل ذلك أكبر من الإمكانات الواقعية. وده طبعا ده يختلف مع ان الخطة اللي هي وضعت للحرب في أغسطس سنة 71 بعد ما توليت أركان حرب هي مجرد العبور وتدمير الخط الأول من خط بارليف والتوقف على 10-15 كيلو شرق خناء، لأن دي في حدود إمكانيات. أما التقدم شرق هذا الخط فغير ممكن لعدم وجود طيران وعدم وجود دفاع جوي متحرك. يعني كان عندنا 200 دبابة صار عندنا 4000 دبابة. كنت تجد الدبابة صار فيها بدل ما يكون فيها 3 أطقم صار فيها 4 أطقم، 4 رجال، منهم واحد معه جامعة والثاني معه بكالوريا والثالث معه كفاءة، وبقيوا الحالة هي 5 سنوات زيادة كما حدث في مصر. تماما نفس ما حدث في مصر. والتجربة أخذناها من مصر نحن. أنا رحت إلى مصر شفت الفريق الشاذلي وحكى لي عنها، رجعنا وطبقناها في سوريا. الفريق الشاذلي لم يترك تفصيلة. أنا كنت يعني شغلي بحكم شغلي كنت بعرف كان بيعمل كتيبات صغيرة كده زي الأمسكية، يعني في حجم الأمسكية كده. أنا كانت معايا أنا شخصيا، بيقول لي إزاي أتصرف لو أنا وقعت في القصر، بيقول لي إزاي أتصرف لو أنا اتجرحت، بيقول للعسكري إزاي يتصرف في حالة غارة جوية. يعني حتى الغطا بتاع عربيات البنزين كان بيدي أمر بتجميع الكهنة وقفل غطا. يعني كانت هو الحقيقة فريق سعد الشاذلي هو الذي وضع إدارة الحرب. سمعت عبر اللاسلكي من حصون أخرى أنهم يرون المصريين يعبرون في قوارب مطاطية. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة، وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. أنا عامل سيستم داخل المركز بقى، إذاعة بقى داخلية، عبرت قواتنا واحتلت النقطة كذا والنقطة كذا. حاجة بقى يعني ما تتخيلش بقى الناس وهي بتسمع كده، يعني الحماس والبتاع.